المشكلة في شعبنا المصري ان هو عاطفي جدا، واللصوص اللي بيحكموه كلهم بيراهنوا على انه شعب عاطفي وبينسى. مبارك في عصر الفساد اللي عشنا فيه واللي كان بيحكم فيه، كان رئيس الجمهورية الفعلي فيه في اخر 10 سنوات هو جمال مبارك. يعني جمال مبارك مش ما حكمش وسيبوه يجرب، جمال مبارك حكم بالفعل اخر 10 سنوات هو وعصابته احمد عز وفلان وفلان وفلان، وبيعتمدوا على ان الشعب ده بينسى وذاكرته ضعيفة، وانه شعب مضحوك عليه، وانه شعب بريالة. اسمحوا لي في اللفظ يعني، لكن دي مش حقيقة. في عهد جمال مبارك اللي هم 10 سنوات من حكم حسني طبعا كان بيحكم 20 وجمال 10، المرأة المصرية لأول مرة توقع على عقود عمل كخادمة في الخليج. حققنا المراكز الأخيرة في العالم في كل ما شاء الله الحاجات المتطورة زي التعليم، كان تحتنا غينيا بس. حققنا المركز الأول في الفشل في كل شيء، الفشل الكلوي وفي وظائف الكبد وفي أمراض القلب وفي السرطانات. الإنسان المصري انتهكت كرامته وبقى معاه ليسانس ويشتغل سكيورتي في دول الخليج وبواب وغيره. كفاية لحد كده قوي. انت دمرت البلد انت وابوك وحكمت 10 سنين وخلاص. احترم نفس اهلك بقى، وريني كده شهاده الخدمه العسكريه بتاعتك، وريني طلع لي كده انت كنت بتشتغل انت واخوك ايه ايام ابوك. مصر المصريين بعنخها الذهبي وعلمها الاحمر رافع فوق العالم. في 2024 عماد سعد الله رئيس لمصر.